المزارع الكريم. يحكى أن رجلا كان يمشي في أرض لا ماء فيها ولا زرع، وإذا به يسمع صوتا، فنظر يمينا وشمالا يبحث عن مصدر ذلك الصوت، فلم يجد أحدا، فنظر إلى السماء ورأى الغيوم، فسمع صوتا يخرج من الغيمة تقول لأختها: اسقي حديقة عبد الله. فاستغرب الرجل وتابع النظر إلى مسير تلك الغيوم ليرى إلى أين تذهب، فتابع الرجل النظر إلى مسيرة السحاب، فرأى سحابة تنفصل عن جمعها وتنطلق إلى مكان ما، فتبعها، ثم انهمر المطر منها في حديقة غناء مملوءة خضروات وفاكهة، وكان فيها رجل يحول الماء هنا وهناك ويسقي أرضه. فقال له الرجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد صاحب الأرض: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الرجل العابر: ما اسمك يا أخ الإيمان؟ فقال صاحب الأرض: أنا عبد الله، ولكن لم تسألني عن اسمي؟ فقال له عابر السبيل: لقد سمعت عجبا ورأيت عجبا. فقال صاحب الأرض: ما الذي سمعته وما الذي رأيته؟ فقال عابر السبيل: إني سمعت صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة عبد الله الرجل الصالح. فبالله عليك، ما الذي تصنعه حتى أرضيت رب السماء؟ فقال صاحب الأرض: الحمد لله، إنني حين أقطف ثمار الأشجار أو أحصد زرع الأرض فإنني أقسم ما يخرج منها 3 أقسام، أتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي الثلث الثاني، وأرد في الأرض ثلثه الأخير. قال عابر السبيل: بهذا حق لك التكريم في الدارين، فبشرى لك يا أخي، وبارك الله لك فيما أنفقته في دنياك وما ادخرته لآخرتك.